يعني نموذج في التضحية. تخيل نقطة فيها 40 شخص يأتي عليها اللواء كامل بعتادة وبطيران وبسلاح ثقيل وحديث وغيره. الشباب صمدوا لأكثر من 3 ساعات ودحروا هذا العدو. لولا الإمكانيات الحديثة ولولا التطور في السلاح وفي الغيرة ما كانوا يتقدموا خطوة. لولا دعم الإمارات لهم ما ينووا حتى أنهم يجوا عندهم. يراجعوا تاريخهم النضالي. صحيح أن الإمارات تدعمهم بطيران، تدعمهم بسلاح 23، تدعمهم بمدرعات، ورجالنا بكلاشنكوف بالي، بسلاح آلي كلاشنكوف ومواجهة، والخسائر فيهم أكثر من اللي خسائر فينا. هذا تاريخ مفتح. نحن نقول أن الانتصارات ليس بقوة السلاح، الانتصارات هي بتثبيت قضية مجتمع. الانتصارات هي أننا نلتف حول بعضنا البعض. اليوم أصحاب حضرموت عرفوا، كل حضرمي عرف نوايا تلك الجهات. قبل فترة كنا نقول نريد نحافظ على حضرموت وعلى ثروات حضرموت. اليوم نريد نحافظ على الممتلكات الخاصة، ما عاد سلمت منهم حتى الممتلكات الخاصة، ما عاد بنحافظ على الثروة. نحافظ على الثروة وعلى الممتلكات الخاصة. كل يوم تنهب سيارات ناس خاصة، تنهب ممتلكات خاصة، حياة ما يتوقعها العقل يعني. وهذا الحمد لله نحن نقول هذا من الله سبحانه وتعالى، أراد لنا لكي يعرف المجتمع الإقليمي، يعرف المجتمع الدولي، ويعرف المجتمع المحلي نوايا تلك المشاريع. والنهاية قريب. المرحلة في مجريات الأحداث السياسية والتحركات المحلية والإقليمية والدولية عكس هذا التوجه اللي الأمور ما تقاس بالإرتال العسكرية ولا بالإعلام المغالط، الأمور تقاس بنتائجها، النتائج على الأرض تشير إلى صالح مشروع حضرموت، وأن الدول الإقليمية والمجتمع الدولي والمجتمع المحلي الحضرمي اليوم أكثر من ذي قبل، وهو مؤشرات يعطينا أننا أصحاب حق، وأننا على أرضنا ثابتون بعون الله، وأن الحلف ثابت على أرضه وسيناضل. بالنسبة للمراحل، كل مرحلة ولها متطلبات حقيقة، وكل مرحلة ولها عملاء ولها خونة ولها من 67 حنقول كل مرحلة لها. هناك تهاون في بعض الحضارة من الداخل، وهم بيتحاسبوا زيهم زي الغازة. أي شخص تهاون ولا ركب الموجة يشوف أن النصر في الاتجاه هذا يميل للاتجاه، ما عنده موقف ثابت على الحق وعلى مشروع واضح. هذا نهايتهم قريب بإذن الله، وسيتحاسبوا وسيتم محاسبتهم. نحن بذلنا جهد كبير جدا خلال المرحلة قلت لكم من 2013 إلى اليوم، واليوم قضيتنا على مشارف النصر، على مشارف الانتهاء. ونشكر موقف الدول التي وقفت إلى جانبنا، الأشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية، وقفوا معنا بكل الطرق والوسائل، إعلاميا وسياسيا، ووجود فريق منهم مكلف من القيادة وصل إلى حضرموت على تهدئة الموقف. وعلى هذا ما هو من فراغ، هذا يعرفوا خصائص المجتمع الحضرمي، ويعرفوا أننا مجتمع لن نقبل بهذا الباطل. وكذلك شكر للوسطاء الذين من الداخل، في وسطاء من مشايخ القبائل ومن الوجهاء، كانوا وسطاء ما بيننا وبين السلطة المحلية، وصلوا إلى تثبيت الاتفاق اللي صار، اللي يتوقع بيننا وبينهم. ونحن الآن متمسكين بهذا الاتفاق، وقوات حماية حضرموت قوات موجودة، وقوات نظامية، وقوات شرعية اليوم أصبحت، ما عاد هي، وبتتطور وبتنتشر على كل تراب حضرموت بإذن الله. والحق دائما منتصر، ما فيش باطل ينتصر. هؤلاء الناس الذي بيشوف المشهد العام السياسي أو الذي يحصل في المحافظات من قتل وتخريب وتهميش وأرتال تخرج، يخدم أي مشروع يخدم هذا الذي يحصل، ما يخدم أي مشروع سياسي. أي طرف عنده مشروع سياسي ما بيقدم على هذه الخطوات. إذا عندهم هذه الأطراف التي تدخل المحافظة بقوة السلاح، إذا لديهم مشروع سياسي ما هم بحاجة لياتوا بأرتال عسكرية من خارج المحافظة. ليش؟ هذا يدل على أن وجودهم في المحافظة صفر، يعني وجودهم المجتمعي، ويكملوه بالجانب العسكري بالقوة السلاح. نحن نقول أن حضرموت مع الحكم الذاتي، وأن أهل حضرموت اليوم أكثر وعي من سابق، وملتفين حول بعضهم البعض، وبإذن الله نحن ثابتون على أرضنا، وأن الحلف باقي، وقيادات الحلف موجودة متماسكة، وقوة حماية حضرموت موجودة، والنصر قريب حليفنا بإذن الله. نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن حضرموت، وعلى رأسهم الشهيد الرائد محمد بحميش النوحي قائد الموقع،
قايد موقع نازية والأفراد الذي سقطوا معه، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ونتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله والسلام.